الثاني يقول بدأ بإنما الأعمال بالنيات، ويقول إذا قصدت بر الوالدة وكنت في السوق اشترى شيئا، يقول بأنه يحدث نفسه لا تذهب لأمك وتعطيها إلى آخره. يقول هل أحاسب على حديث النفس هذا؟ نعم، يؤجر العبد عليه. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المراد بالنية ما جزم به القلب، وأما الخواطر والاحتمالات التي ترد على النفس هذا ليس نية. وحينئذ إذا جاءت نية المعصية، إذا جاءت خاطر المعصية وهم بالمعصية أو هم بترك الأمر المستحب ثم لم يستجب العبد له واستمر في عمله، فحينئذ يؤجر زيادة على أجر العمل. مثال ذلك من حدثته نفسه بأن لا يبر الوالدة لكنه لم يلتفت إلى هذا الحديث وبر والدته، فحينئذ يؤجر لبره بوالدته، وفي نفس الوقت يؤجر لعدم استجابته لحديث النفس وهذا الهم الذي ورد عليه، فله أجران. فحينئذ هذا الحديث النفسي من صالحك يا أيها الإنسان متى لم تستجب له ولم تلتفت إليه واستمريت في طاعتك لله عز وجل. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول